انت ليه مش عايز تصدق ان انا هموت نفسي لو مشيت من هنا؟ هنا وحياتي عندك كفايه، انا مش حمل منهده، انا تعبان يا هنا. خلاص يبقى ريح نفسك واتجوزني تاني يا هنا. ادم، انا عندي 21 سنه، يعني مسؤوله عن نفسي وممكن اتجوز. بصي يا حبيبتي، ما ينفعش اللي انت بتقوليه، لان انت بكر والبكر بتحتاج معاها ولي. حتى حبيبتي لو ينفع مش دلوقتي. وبعدين يا حبيبتي لو جبنا مأذون هياخد بياناتي عشان الاجراءات، وساعتها يعرفوا انا مين ويبلغوا عني واتمسك. يرضيكي يا هنا اتمسك؟ مش خايفه عليا؟ بعد الشر عليك يا ادم. طب يا حبيبتي يبقى دلوقتي تقوم تروحي. هو انت بتاخدني على قد عقلي يا ادم؟ هو انا عيله صغيره؟ امال اقول لك ايه يا هنا؟ ما انت مش عايزه تفهمي. انا لو عملت كده هبقى في نظر نفسي انسان واطي واناني. عشان ابوظ لك مستقبلك معايا. يبقى انت ما بتحبنيش وبتتلكك باي حاجه يا ادم. ما تستفزنيش يا هنا، انت اكتر واحده عارفه انا بحبك قد ايه، ما تستعبطيش. خلاص انا موافقه ومستعده اتجوزك واروح معاك في 60 داهيه. برضه ما ينفعش يا هنا. مش انا يا هنا، مش انا اللي هضيع لك مستقبلك. انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل فيا. وفيها ايه يا ادم؟ فيها ايه يا ادم؟ انت يا نانسي اللي بتقولي كده؟ انت بتتكلمي جد يعني؟ مش فاهمه قصدي ايه؟ لا فاهمة. انت اللي مش فاهم. مش فاهم ان الانسان بيعيش مرة واحدة بس. حلوة وحشة، صعبة سهلة، هي مرة واحدة بس. بني ادم اللي يلاقي الحب بجد وما يمسكش فيه بايديه واسنانه يبقى غبي. انت مشكلتك دي ممكن تتحل، ربك قادر يحلها لو اتحلت بقى. وساعتها ما لقيتش هنا جنبك هتبقى مرتاح؟ ولما انا اظلمها دلوقتي هبقى مرتاح؟ ومين قال لك انك هتظلمها معاك يا ابن اختي؟ ده بقول لك تفاءلوا تجدوا، مش انت اللي علمتني التفاؤل يا ادم؟ فاكر؟ ويل لمن لا يريد ان يحيا مرفوع الراس في عصر انحنت فيه كل الرؤوس. مش انت اللي علمتني دي؟ مش انت اللي كتبت بايدك؟ لا ادم، اتوكل على الله يا ابن اختي وخليها على البركه كده واكتب عليها عرفي. عرفي؟ طالما في شهود واشهار يبقى حلال بالظبط. وانت ظروفك دلوقتي ما ينفعش انك تكتب فيها شرعي. يعني انتوا شايفين كده؟ ايوه. انا بقى مش شايف كده، وكلامي انتهى. والله العظيم هموت نفسي بجد، هموت نفسي بجد يا ادم، هموت نفسي، هموت نفسي اهو. مبروك. الله يبارك فيكي. تعرفي انا لغايه دلوقتي حاسس ان انا بحلم، مش مصدق ان احنا اتجوزنا. لا صدق يا ادم، احنا عملناها بجد. يا خوفي من بكره. طول ما احنا مع بعض ما تخافش من حاجه خالص مهما حصل. نفسي اعرف بس انت بتفكري ازاي؟ واحد زيي في ازمته المنينه دي مفيش ولا واحده تفكر ان هي حتى تقرب منه مش تتجوزه. ده لما تبقى الواحده دي وبتحسبها بالورقه والقلم. امال انت بقى بتفكري ازاي؟ بفكر بقلبي وما بحسبهاش خالص. يا ادم الجواز نصيب. نصيب. الغريب ان انا بقيت اسمع الكلمه دي اكتر من بسمع اسمي. نصيب فعلا، كل شيء نصيب. بصي يا هنا، انت عارفه انا بحبك قد ايه، والكلام اللي انا هقوله دلوقتي ممكن يضايقك. هنا مش معنى ان احنا اتجوزنا يبقى انا هسمح باي حاجه غلط تحصل ما بيني وما بينك. حاجه غلط؟ ايوه حاجه غلط. هنا انت لازم تفضلي زي ما انت، يعني انا مش هلمسك. احنا متجوزين يا ادم. ما انا عارف ان احنا متجوزين، جواز ناقص، جواز عرفي من ورا اهلك، وانا ما كنتش عايز كده. ده غير المصيبه اللي انا فيها اللي مش عارف لها اخر.
انا قسما بالله انا كان نفسي اعمل لك احسن فرح في الدنيا، واجيب لك احسن بيت، وخليكي اسعد عروسه. بس الله يلعن ابو الظروف اللي بتعمل فينا كده. مين قال لك اني مش اسعد عروسه؟ هي الشقه والفرح هما اللي هيخلوني مبسوطه. يا ادم انا مبسوطه طول ما انا جنبك ومعاك، وربنا ان شاء الله هينصرك وتبان الحقيقه. يعني انت مش زعلانه مني؟ خالص، انا بحبك يا ادم. اهلا يا باشمهندس. ها يا باشمهندس، وصلتوا لايه؟ وصلنا العنوان الالكتروني للشخص اللي عمل ابلود للفيديو اللي فيه راجل الامريكي. انا ما يهمنيش العنوان الالكتروني، انا عاوز اعرف عنوانه هو. ما احنا من خلال العنوان الالكتروني رصدنا مكان الراجل وعرفنا هو فين. يعني معاك العنوان؟ ايوه، هذا العنوان ساعتها. اتفضل. متشكر متشكر يا ده باشمهندس. الشكر على الواجب، ده شغلي. الو. ايوه نانسي، ازيك؟ عايشين الحمد لله. لا عملنا كبسه ورحنا نفتش، بس للاسف المكان طلع سايبر وما لقيناش الفيديو على ولا كمبيوتر هناك، وكله انكر معرفته باي حاجه تخص ادم. ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامه. دلوقتي انا كلمت الضابط هشام وطلع ان الاي بي ادرس بتاع نت كافيه. نت كافيه؟ والفيديو ملا كل الكمبيوترز اللي هناك. معقول؟ يا جماعه نت كافيه يعني سايبر، يعني مليون واحد بيدخل كل يوم، عمرنا ما هنعرف نحكمها. هو مش ممكن يكون اللي سرق الهارد ساكن جنب النت كافيه ده وبيروحوا كتير؟ واحتمال يبقى عابر سبيل وعمرنا برضو ما هنعرف نجيبه. انا حاسه النت كافيه ده هو فيه سر اللغز اللي احنا بندور عليه. يعني يعني لازم نروح المكان وندور على اللي سرق هناك بنفسنا. اذا كان بتوع امن الدوله ما عرفوش يجيبوه، احنا هنعرف نجيبه. يا جماعه بتوع امن الدوله كبسوا على المكان سد خانه مش اكتر، لكن احنا عايزين نثبت براءه صاحبنا اللي احنا متاكدين ان هو بريء. فلو رحنا هناك يمكن ربنا يدينا خيط يدلنا على اول الطريق. انا مع علي على فكره. واي دونت وي جيف ات تراي فعلا، بدل ما احنا قاعدين كده يمكن نعرف نوصل لحاجه. انا شايف انها فكره كويسه جدا. ما عندناش حل غير كده. منورين يا عرسان. عقبالك يا صبحي. يسمع من بوقك ربنا يستاهل. مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور. اتاخرت ليه يا خير؟ الشغل بقى يا ادم، اكل العيش مر، المهم في اخبار حلوه قوي عشانك. خير. صحابك مسكوا اول خيط لدليل براءتك. طب وانت عرفت منين الكلام ده؟ نانسي يا هنا كلمتني في التليفون علشان تطمن على ادم، فقالت لي الخبر الحلو ده، قلت لازم ابشره بيه. يا ما انت كريم يا رب، عشان تعرف ان وشي حلو عليك. امال ايه يا استهانه، ده انت وش السعد والهنا كله. طبعا هروح البقال اللي جنب المزرعه اجيب حاجه واجي بسرعه. لا يا حبيبي، اللي انت عاوز اجيبه لك لغايه هنا. لا مش مشكله، عايز امشي رجلي شويه. ما تتاخرش يا ادم. خلي بالك. الو. مين معايا؟ انا اللي انت بتدور عليه، ادم امين عبد الحي. ادم؟ انت فين؟ مش مهم تعرف يا باشا، انما اللي لازم تعرفه ان انا واحد زي اي واحد كان نفسه ينفع بلده، كان نفسه يكون ايجابي. ولسه يا ادم ممكن تكون ايجابي لو سلمت نفسك واثبتت للعالم كله انك مش ارهابي. انا مش ارهابي يا باشا، اقسم لك بالله العظيم ثلاثة، انتوا اكتر ناس عارفين ان انا مش ارهابي ولا ليا فيها اساسا، بس انتوا عايزيني ارهابي فخلاص هبقى ارهابي. ليه؟ عشان ماما امريكا ما تزعلش. معاك حق، معاك حق يا ادم. روح يا باشا دوروا على الارهابيين اللي بجد. بس عشان نواجه الارهابيين اللي بجد وننقذك لازم تسلم نفسك. دي اول خطوه في مقاومتهم، وانا اوعدك ان احنا هنحول قضيتك من قضيه راي عام دولي لقضيه دفاع عن النفس. بس لازم في الاول تسلم نفسك عشان نعرف